أنا بشتغل في محل موبايلات، ومن حوالي شهر دخل عندي واحد شكله مستعجل جدا وقال لي لو سمحت محتاج موبايل بسرعة، أي حاجة تمشي الحال. استغربت إنه ما سألش عن الإمكانيات ولا السعر، كل اللي قاله المهم يكون شغال. وريته كذا جهاز واختار واحد في أقل من دقيقة ودفع كاش، وأنا بكتب له الفاتورة لقيته كل شوية يبص ناحية الباب وكأنه مستني حد يدخل. قلت يمكن عنده ميعاد أو حد هيلحقه. أخد الموبايل ومشي بسرعة. بعد حوالي ساعة دخلت علينا واحدة. أول ما دخلت طلعت صورة من تليفونها وقالت الراجل ده كان هنا؟ قلت لها قالت لو جه تاني كلمني ضروري، وسابت رقمها ومشيت من غير ما تشرح أي حاجة. من ساعتها وأنا دماغي شغالة، قلت يمكن عليه فلوس، يمكن هربان، يمكن بينهم مشكلة كبيرة. بعد يومين الراجل رجع تاني، المرة دي اشترى جراب وشاشة حماية. كنت هكلم الست لكن حسيت إني ماليش دعوة، خلص ومشي. بعد ساعة الست رجعت وسألتني جه النهاردة؟ بصيت لها وقلت لأ. بصيت لي شوية ومشيت، وأنا فضلت طول اليوم حاسس إني دخلت نفسي في حاجة ماليش فيها. بعدها بأسبوع الراجل بقى يجي كل يومين تقريباً، مرة يشتري باور بانك ومرة سماعة ومرة كابل شحن. والغريب إنه كل مرة يدفع ويخرج بسرعة وكأنه مش عايز يقف دقيقة زيادة. في مرة وأنا بحسب له الحساب قلت له هو حضرتك كل شوية بتغير في الموبايل ليه؟ وقال هتعرف بعدين، وسابني ومشي. بعد كام يوم حصلت حاجة غريبة، دخل ولد صغير عنده حوالي 12 سنة وسألني عمو الراجل اللي بيشتري موبايلات من عندكم جه؟ قلت له تعرفه؟ قال قلت مين بالنسبة لك؟ وقال مش هينفع أقول، ومشي هو كمان. ساعتها حسيت إن الموضوع بقى فيلم. بعدها بأسبوع الراجل دخل ومعاه كرتونة كبيرة وقال لي لو سمحت ممكن تسيبها عندك ساعتين؟ قلت له فيها إيه؟ قال هتعرف بالليل. الغريب إني وافقت. بالليل رجع خد الكرتونة وشكرني ومشي. وفي اليوم اللي بعده دخل عليا بنفس الابتسامة وقال لي أنا مدين لك باعتذار. قلت له ليه؟ قال عشان أكيد شكلك فاكر إني نصاب. وقلت له بصراحة قال الحقيقة غير كده خالص. وقعد يحكي. قال إن مراته بقالها سنة بتحلم تفتح مشروع أونلاين، لكنه كان رافض يقول لها أي حاجة لأنه كان بيجهز لها كل حاجة في السر. كل الموبايلات والإكسسوارات اللي كان بيشتريها كانت هدايا وجوايز لأول أوردرات المشروع، والكرتونة اللي سابها عندي كانت مليانة الحاجات دي. قلت له طيب والست اللي كانت بتسأل عليك؟ وقال دي أخت مراتي. قلت كانت عايزة إيه؟ قال عرفت إني بحضر مفاجأة وكانت بتحاول تعرف أنا بشتري إيه عشان تقول لأختها. قلت له والولد الصغير؟ قال ابني بعته يشوف أنا خلصت ولا لأ. وقلت له والله أنا كنت مألف عنك 20 قصة. قال لسه القصة ما خلصتش. استغربت. بعد أسبوع دخل عليا هو ومراته. أول ما دخلت قالت لي أنا عرفت إنك كنت مخبي عليا. بصيت له وهو بيضحك. قالت أختي حكت لي إنها كانت بتيجي تسأل عليك وإنت كل مرة تقولها إنه ما جاش. قلت لها أنا افتكرت دي حاجة شخصية. قالت ولولا كده كانت المفاجأة باظت. الموضوع انتهى وأنا فرحت إن كل شكوكي طلعت غلط. لكن بعد حوالي شهر لقيت الراجل داخل المحل لوحده وشكله متضايق. قلت له خير؟ قال هات موبايل. قلت المفاجأة خلصت، إيه اللي حصل؟ قال مراتي باعت الموبايل اللي جبته لها. قلت له ليه؟ قال عشان تجمع فلوس وتكبر مشروعها. وقلت انت زعلت؟ قال لا، أنا جيت أجيب لها واحد أحسن. وأنا بحسب له قال لي عارف أكتر حاجة ضحكتني؟ قلت إيه؟ قال إن أختها لحد النهاردة فاكرة إنك قريبنا، لأنها كل ما كانت تيجي تسأل عليك كنت بتدافع عني. وقلت وأنا كنت فاكر نفسي داخل في شبكة نصابين. أخد الموبايل ومشي. وبعد حوالي شهرين كنت ماشي في الشارع، لقيت محل إكسسوارات وموبايلات جديدة عليه زحمة كبيرة. بصيت على اليافطة لقيت اسم المشروع باسم مراته. دخلت أسلم عليهم، لقيتها أول ما شافتني قالت أهو صاحب السر. استغربت. جوزها. وقال لولا إنك ما خبتش السر على أختها كان زمان المشروع كله اتكشف قبل ما يبدأ. وقتها عرفت إن ساعات أغرب المواقف اللي بنعيشها بيكون وراها حكاية أبسط بكتير من اللي إحنا متخيلينه.